قالوا لها هتقلعي هدومك كلها بالفيلم وعايزينك عريانة، بس هي وافقت بسرعة ومن غير تفكير. والغريب بقى إن في سبب إنساني خلاها تعمل كده، والأغرب كمان في حكايتها هو جوازها من مسيحي رغم إنها مسلمة، بس اللي عملوا فيها محدش كان متوقعه. ناهد شريف حكايتها مليانة مصايب، ونهايتها كانت سودة لدرجة إنها قالت ده أكيد عقاب ربنا ليا عشان كل العالم شاف جسمي العريان، وعشان كنت بتدلع على الرجالة في الأفلام وبعمل إغراء. خلينا نبدأ الحكاية بسرعة ومن الأول خالص. ناهد كانت مصيبتها الأولى لما مامتها ماتت وهي عندها 8 سنين، وبعد كام سنة مات أبوها. لكن الكارثة الأكبر كانت في أختها، واللي كانت مصابة بشلل أطفال. وعلى فكرة المرض ده كان بيهدد ناهد كمان، بس هي لحقت نفسها بالعلاج وأثر بس على حركة إيديها بشكل بسيط جدا. المهم ناهد كان لازم تراعي أختها وتعالجها، ووقتها قالت الشهرة والتمثيل هما الحل أكيد. وكانت بنت خجولة جدا وبتتكسف من أقل حاجة، لدرجة إن المخرجين فضلوا سنين مركزين إنهم يدوها أدوار البنت الهادية المسكينة. وفي الوقت ده اتجوزت من المخرج حسين حلمي المهندس، وخلاها تشارك في بطولة أكتر من فيلم، بس هي بعد كل اللي عملوا معاها سابته فجأة، وده عشان تتجوز من كمال الشناوي، واللي اشترط عليها إن الجوازة تكون سرية. وطبعا ناهد كانت مغرمة بيه ووافقت على كل شروطه، بس بعد 6 سنين طلبت يعلن جوازهم، بس هو رفض تماما، ووقتها حصل الطلاق. ناهد سافرت لبنان وقدمت أفلام غريبة كلها إثارة ومشاهد جريئة جدا جدا، وصدمت الكل لما قلعت هدومها بالكامل بمشاهد بفيلم ذئاب لا تأكل اللحم. ووقتها الفيلم ده اتمنع من العرض، وتعرضت ناهد لهجوم كبير جدا جدا، بس هي قالت أنا بوافق على الأفلام دي عشان أعالج أختي اللي عندها شلل أطفال. الغريب إن ناهد كملت في النوعية دي وقدمت أفلام جريئة جدا جدا، والمصيبة الأكبر بقى لما فاجئت الكل بجوازها من مؤامر لبناني اسمه إدوارد، واتجوزته رغم إنه مسيحي وهي مسلمة، ورغم إن الكل حذرها منه. مش بس كده، دي خلفت منه بنتها الوحيدة باتريسيا. وفي يوم صحيت ناهد عشان تروح شغلها، حست بتعب شديد، وبعد لف على دكاترة كتير اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، وعملت عملية شالت صدرها كله. الصدمة الأكبر بقى إن جوزها إدوارد بدل ما يساعدها استولى على فلوسها. مش بس كده، ده راح لأصحابها وجمع تبرعات لعلاجها، وفي الآخر ضرب الفلوس في جيبه. ناهد اتصدمت صدمة عمرها، ولقت نفسها بتكلم كمال الشناوي وبتقوله الحقني، جوزي نصب عليا ومش معايا جنيه. كمال زارها ولما شافها انهار في البكاء. منظرها كان يصعب على أي حد، وراح للمسؤولين وطلب منهم إنها تتعالج على نفقة الدولة. وفي الوقت ده المرض نجح إنه يتمكن منها ونهش في جسمها، لدرجة إنها حست إن ده عقاب ربنا ليها بسبب أفلامها الجريئة. وماتت ناهد بعد حياة مأساوية مليانة بالقرارات الغلط، وده سنة 1981، وكان سنها مش مكمل 39 سنة.